السوشيال ميديا كونتنت اللي بشتغل عليه المفروض يكون جزء من بلان. اسمها ايه البلان بتاعت السوشيال ميديا كونتنت؟ اسمها كامبين، سوشيال ميديا كامبين. فلازم يكون عندي خطه انا هشتغل ازاي على الكامبين دي من داي 1 لحد اخر يوم فيها. طيب، كامبين السوشيال ميديا مش معناها اعلانات للسوشيال ميديا. تاني، كامبين على السوشيال ميديا doesn't mean اعلانات على السوشيال ميديا. وده ليه؟ لان السوشيال ميديا is not only about paying فلوس للبلاتفورمز المختلفه علشان اوصل لاكبر عدد من الناس او whatever. بس هو انا اصلا عامل الكامبين دي ليه؟ في الماركتنج عموما اي اكتيفيتي بيتعمل must have a reason انه يتعمل. في البيزنس على سكيل اكبر اي فلوس هتتصرف لازم يبقى ليها ار او اي واضح. انا مش بعمل اي حاجه عشوائي، مش بعمل اي حاجه عشان اقدر اعملها، مش بعمل اي حاجه عشان كل الناس بتعملها. بس الصح اعمل ايه؟ اميك شور انا عارف انا عايز ايه، عايز احقق ايه، اند ذن بناء على الحاجه اللي عايز احققها ابريك ات داون لمجموعه من الاكتيفيتيز تحققها لي. في كيس السوشيال ميديا ايه الاكتيفيتيز بقى اللي بنعمل فيها ده؟ اول حاجه وي هاف تو سيت جولز للكامبين اللي هتتعمل. الجولز ممكن تبقى حاجات كتيره قوي، اشهرها مثلا ان انا اعمل ليد جنريشن، ان انا اجيب عدد فولورز، ان انا اعمل عدد بيعات اند سو. تاني حاجه احدد التارجتد اودينس بتوعي، مين الناس اللي الكامبين دي اصلا على بعضها بتستهدفها. وتالت حاجه احدد السلوجان بتاع الكامبين دي، ودي حته مهمه. السلوجان مش هو التاج لاين. يعني مثلا لما بنقول العربي صناع الثقه ده تاج لاين. لما بنقول ماكدونالدز I'm loving it او انا احبه او كده ده تاج لاين. تاج لاين حاجه مربوطه باسم البراند زي اللوجو كده. بس لما اقول ماكدونالدز مع بعض من 30 سنه او 50 سنه مش فاكر يعني الكامبين كانت ايه، ده سلوجان بيبدا مع الكامبين ويخلص في اخرها. لما نقول بيبسي الفطار احلى مع بيبسي ده سلوجان هيخلص في اخر الكامبين بتاعت رمضان. كامبين السوشيال ميديا مش منفصله عن كامبينز اللي انت بتعملها اون جراوند. غالبا لو انت عندك كامبين اون جراوند يو شود سبورتد بكامبين على السوشيال ميديا. بعد السلوجن يو هاف تو ديسايد الكامبين بتاعتك هترن على انهي بلاتفورمز. بعد ما تختار البلاتفورمز اللي تشتغل عليها بتحدد الكونتنت ايدياز بتاعتك وبتحدد سنه ديسكريبشن ليها، اللي هو مثلا انا هعمل 5 فيديوز بيشو كيس الخمسه يوزز اوف البرودكت بتاعي. هعمل بوست لكل منتج هينزل لوحده علشان يوري الناس المنتج ده مفيد في ايه. بعد كده بتحدد الفيجوالز اللي انت هتشتغل عليها، شكل الكامبين هيبقى ايه. الفيديوز هتبقى ملونه قوي، لا هتبقى ابيض واسود، هيبقى فيه بوش في الميوزك جامد. المالتي ميديا عموما شكلها هيروح فين. ذن بتحدد الديوريشن بتاعتها، هتستمر معاك شهر 2 3 و it doesn't have to be شهر. الكامبينز مش لازم تبقى شهر. واخر حاجه بتحدد عدد البيسز، انزل كام بوست على كل بلاتفورم and so on.